رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبعا حديثنا في المرة اللي فاتت كان بيتكلم عن الحرب مع النفس وإنك ازاي تواجه نفسك عشان تخرج من الطور اللي انت كنت فيه اللي هو قبل ما ترجع إلى الله وتمشي على طريق الحق للوقت الحالي. وعشان كده أنا قلت لك إن أنا مش هسيبك أبدا. عمرك ما شفت واحد بيزرع زرعة وبعد كده يرجع يسيبها ومن غير ما يسقيها. فعشان كده احنا لازم نسقي الزرعة دي. وأول حاجة طبعا من أركان الإيمان إن أنت تتعرف على الله وكتبه ورسله. فاحنا خلينا نتعرف على رسله وعلى أشرف الخلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله بينا خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي في الله، حديثنا النهاردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. طبعا بودكاست النهاردة ليه علاقة بالبودكاست اللي فات، عشان كده هحط لك الرابط بتاع البودكاست اللي فات في التعليقات تحت في الديسكريبشن، فلو حابب تنزل تشوفه يكون أحسن. طبعا محدش يستغرب إني ماسك الموبايل، أنا فاتح بشوف منه طبعا محضر بقى عشان يكون أداء أحسن أكتر يعني. فهتشوف إن أنا بغش يعني من الموبايل. فيلا بينا نشوف. سيدنا محمد كان قاعد مع أصحابه فقال لهم: من أبخل الناس؟ فالصحابة بصوا وقالوا يعني أكيد اللي معهوش مال ولا ولد. فسيدنا محمد قال لهم: لأ، أبخل الناس هو اللي يسمع اسمي من غير ما يصلي عليه. فأول حاجة مبدئيا كده أهو، إحنا هنقول اسم سيدنا محمد كتير جامد في البودكاست، فعايزك أول ما تسمعه كده تصلي على النبي، تصلي على النبي قبل ما أنا أصلي. لو أنا في مرة نسيت عايزك تكتب لي في التعليقات تحت أنت نسيت في الدقيقة رقم كذا، نسيت تصلي على النبي. فيلا بينا بسم الله. طبعا ده هيكون بودكاست جامد جدا بالصلاة على النبي، فما تنساش يعني. أنا بإذن الله نكسب كلنا الصلاة إن شاء الله. أول حاجة لازم نتعرف على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونشوف هو كان بيعمل إيه. رقم اتنين، إحنا لازم نحبه. وأنا من الشخصيات صراحة اللي هو مثلا ما بتقنعش بسهولة، بحتاج سبب عشان أقتنع بالحاجة دياتي. فعشان كده النهاردة بإذن الله هنشوف إيه الأسباب اللي تخلينا نحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبرضه إيه القصص عن الصحابة اللي هي مثلا تشجعنا إن إحنا نحب سيدنا محمد أكتر ونتعرف عليه في نفس الوقت أكتر، ونشوف حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كان عامل إزاي. وبرضه هنتكلم عن إن هو سيدنا محمد، هل هو مثلا يعني ناس تقول لك مثلا هل هو كان بشر أو كان مثلا ملك نازل من السماء؟ أكيد مثلا سيدنا محمد كان حاجة تاني، مثلا إحنا ناس ضعفاء ومش عارف إيه. وما هو إلا وحي يوحى. يلا بينا خلينا نشوف وبسم الله. أول حاجة خلينا نتعرف على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب، من بني هاشم، من قريش، من مكة. يعني من الآخر كده من صفوة العالم في الوقت اللي هو كان فيه حاليا، في الوقت اللي كان فيه في العصر الجاهلي. وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان أتقى خلق الله لله، يعني كان بيتقي الله في كل حاجة. وهو كان الصادق الأمين، وهو كان بيتحلى بأحسن الصفات، وكان جميل جدا. وكمان أهم حاجة، اتخذوا الحنان المنان الحي القيوم خليلا وحبيبا. والدرجة دي يعني مش درجة عالية مثلا، الدرجة دي درجة يعني ملهاش وصف في الآخر كده. تخيل يعني مثلا انت مثلا دلوقتي انا اتخذتك مثلا حبيبي وصاحبي واخويا واي حاجة انت معايا، لكن ده بقى انا مش انا، ده رب العالمين اتخذ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وجمال النبي عليه الصلاة والسلام بقى اللي كان بيتوصف فيه جمال غير الطبيعي، اللي هو مثلا واحد كده انت شايفه من بعيد كده حاجة جميلة جدا عليه الصلاة والسلام. فكان بيقول واحد من الصحابة ان هو كان قاعد، فكان بيبص على وش النبي ويبص على القمر. كان عامل مقارنة ما بين الاتنين، بيبص على وش النبي يبص على القمر، يبص على وش النبي يبص على القمر. فقال له: يا رسول الله، وجهك أحب إلي من القمر، وجهك أجمل عندي من القمر. والقمر كان في ليلة اكتماله كده، زي ما بيقول عندنا احنا مثلا دلوقتي قمر 14. فاللي هو بسم الله ما شاء الله على جماله. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، وأطيب منك لم تلد النساء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبرضه انا مش متذكر كمان النص بالظبط، ولكن ده فيما معنى. وبرضه في قصه عالم يهودي لما ساعه ما سيدنا محمد راح المدينه، انه كان في واحد من علماء اليهود اللي هم كانوا على درايه بالحاجات اللي كانت موجوده عندهم في الدين اليهودي. فكان على درايه ان سيدنا محمد جاي، وعارفين كويس خالص ان هو جاي، وعارفين ايه صفاته كمان. فلما راح يبص عليه كده، اول ما شاف في وشه كده اللي هو انه لا صادق. في ناس كده لما تشوفه مثلا اقول له مثلا الشخص ده مثلا انا استريحت له كده، وبدات اخد مثلا احكي معاه
لكن انا استريحت لك، انت شكلك راجل كويس محترم. هو اول ما شافه قال الراجل ده مش وش كده، انه لصادق، انه لرسول من عند الله، وامن على طول بيه. فسبحان الله يعني. وبرضه سيدنا محمد كان بيتصف بالامانه، امانه غير طبيعيه تماما. سيدنا محمد، شوف سبحان الله، لما كان مشركين مكه كانوا عايزين يقتلوه، فأنا ساعة ما كان مهاجر للمدينة، سيدنا محمد هم كانوا حاطين عنده الأمانات بتاعتهم. سيدنا محمد شوف سبحان الله، ساب لهم سيدنا علي، ما رضاش يخليه يهاجر معاه، وساب سيدنا علي بن أبي طالب، قال له خليك قاعد عشان ترد الأمانات دي لأصحابها. وبالفعل سيدنا علي قعد ونام في مكان فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وأول بعد 3 أيام بالظبط رد كل الأمانات إلى أهل مكة، بالرغم إن هم كانوا مشركين. يعني أنت مثلا أول حاجة، انا مثلا انا شخصيا كشخص طبيعي، لو مثلا واحد سايب عندي حاجه والشخص ده بدأ يأذيني وشتمني وانا وقعد يقول لي ساحر وكذاب، اول حاجه انت شايل عندي كل حاجه اماناتك. هو كسرها لك وهو بوظها لك، اي هحرقها. لكن شوف سبحان الله، يعني صادق امين، رد الامانات الى اصحابها. قريش كانت عارفه كويس كده اهو. قريش كان هدفها ان سيدنا محمد ما يوصلش ابدا لمدينه، لانهم عارفين ان لو وصل للمدينه هتكون قيامه جديده، دوله كامله هتقوم، دوله اسلاميه. هم متاكدين وعارفين كويس من كده. لو ما كانوش متاكدين من ده عمرهم ما كانوا فكروا ان هم حتى يعني يهاجموا سيدنا محمد، لان هم عارفين ان ده صادق امين. سيدنا محمد لما كان قاعد وقال لهم اول ما كان جه يبلغهم بالرساله بتاعته، قال لهم لو قلت لكم ان في جيش ورا الجبل ده هيهجم عليكم، قالوا له نصدقك فانت الصادق الامين. ولما قال لهم انا نذير من ربكم، وابو لهب قال له تبا لك يا محمد الهذا جمعتنا. برضه ساعه صلح الحديبيه، سيدنا محمد لما الصحابه كلهم كانوا رافضين، كل الصحابه كانوا رافضين، كان كل شايف ان ده يعني الصلح ده الشروط بتاعته ده ضعف للإسلام، مش موقف عزة. بالرغم إن هم اللي كانوا في موقف عزة، كانوا المسلمين ساعتها 10,000 قصاد مكة كانوا داخلين يحجوا، وفي الآخر رجعوا برضه. يعني موقف غريب جدا. وكانت شروطه إن هو المسلمين اللي أسلموا من أهل مكة ما يقدروش يدخلوا المدينة، لكن اللي يرتد من الإسلام في المدينة يرجع لقريش عادي ويرجع في مكة. طبعا سيدنا محمد في الأول ده طبعا ما هو إلا وحي يوحى. وبالفعل نزل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليه. أول ما المسلمين كتروا، أول ما كانوا بيهاجموا القوافل بتاعت أهل مكة، أهل مكة جيوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له لا خلاص احنا مش عايزين الصلح وخلاص. وبالفعل ربنا أذن وفتح مكة ودخلوها وحج. وبرضه أهل مكة لما كان سيدنا محمد موجود فيها، لما مات ابن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم، سيدنا محمد كان زعلان جدا، والمشركين بدأوا يطلعوا عليه إشاعات زي مثلا الأبتر. الله عز وجل يواسي نبيه وأنزل قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يعني شوف سيدنا الله عز وجل يخفف على نبيه. وشوف نزل عمل له، قال له احنا مش هم بيقول لك الأبتر، احنا بدلنا لك بنهر في الجنة اسمه الكوثر. شوف سبحان الله، انت دلوقتي احنا بنتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي مثلا انت مش عارف، مثلا انا شايف ان الحته دي مش حتتي، لا بالعكس. انا شخصيا انا دلوقتي بكلمك، انا من عقبال ما اخلص مثلا البودكاست ده هلاقي نفسي انا شخصيا بدات احب النبي اكتر. وانت كمان اول ما تسمعه انا يعني انت مستوعب اللي هو ان انا مثلا انا هدخل واشوف مثلا البودكاست ده عادي، يعني مثلا فيديو مدته مثلا بودكاست نص ساعه بالكتير تلت ساعه، فاللي هو حاجه كده على السريع. في نفس الوقت انت بتزيد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. كده خلصت حته ان احنا نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا بقى نشوف ايه الاسباب اللي تخلينا ان احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر ونتعرف عليه. اصلا سبب ان سيدنا محمد بيخاف علينا، هو يخاف علينا من عذاب يوم الأليم. يعني هو سيدنا محمد خايف جدا علينا ان احنا نتعذب في جهنم عذاب الخلد. مستوى سيدنا محمد كان يحزن حزن شديد لما روح تقبض على غير الإسلام. يقول ده روح ضاعت مني، روح ضاعت من الجنة، حتى لو كان معاديا له. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان فيه غلام يهودي في المدينة، فبلغ إن الغلام ده خلاص في سكرات الموت، خلاص يعني هيموت.
فسيدنا محمد فزع إليه وراح وهما الصحابة ودخلوا البيت وقالوا له قول لا إله إلا الله أسلم لعلك تدخل الجنة تكون حسن الخاتمة. فالغلام بص للنبي صلى الله عليه وسلم وبص لأبوه. أبوه قال له قول لا إله إلا الله، وبالفعل أسلم ودخل الجنة. شوف حسن الخاتم، وكان خلاص يعني في اللحظات الأخيرة، لأن سيدنا محمد كان حريص على الدعوة، وكان حريص إن هو يبلغ الدعوة دي. وبالفعل شوف سبحان الله، اللي هو شخص كان قاعد وولع نار، فالنار طبعا مضيئة وشكلها براق، فطبعا الحشرات بتنجذب للنار دياتي، وبعض الحيوانات الأخرى تنجذب للنار فعايز تخش جوه النار دي. فالراجل أول ما شافها يعني اللي هو اتفزع عليها، فبدأ يهشها كده لأنه خايف على الحشرات أول ما يخش في النار هيتحرق. بالظبط النار دياتي هي الشهوات. الراجل دواتي هو كمثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو خايف علينا لو احنا كالحشرات، خايف ندخل في النار دياتي. النار دياتي اللي هي الشهوات. شكلها كويس من بره لكن باطنها فيها عذاب أليم. فالعقل اللي بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي هو العقل السليم ما يروحش ابدا ورا النار دياتي. يعني سيدنا محمد عايز يهدينا لطريق الحق، الصراط المستقيم. رب اهدنا الصراط المستقيم ولا تجعلنا من الغافلين. برضه يوم القيامة يجي سيدنا محمد يقول من وسط الناس كلها، وكله بيقول نفسي 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 يا رب، سيدنا محمد يقول أمتي أمتي يا رب. هو خايف علينا، خايف علينا نتعذب في عذاب أليم. طب مستوعب يعني ربنا بيقول يعني ان هو يدخل اهل النار ويدخل اهل الجنه الجنه. فيشوف سيدنا محمد عمال يبكي يبكي، فيرسل اليه جبريل ويقول انظر ما محمد يبكي، فيقول ما بك يا محمد، فيقول ربي قد ادخل بعضا من عبادي المسلمين الذين من امتي في النار. فيرجع تاني جبريل لربي يقول له قد كذا كذا زعلان كذا كذا، فيقوم ربنا مطلع شوية منهم من النار. فبرضه يرجع يلاقي برضه سيدنا محمد بيبكي، لأن في لسه جزء تاني، بيقول له ربي لسه في جزء تاني في النار. فيروح بجبريل ويأمر ويخرج الجزء حتى يخرج، يعني كذا مرة كذا مرة يقال حتى يخرج كل يعني كل من النار، حتى يعني ما فيش كل الناس هتخرج من النار حتى لو كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. ومثقال ذرة دي يعني أنت لازم تستشعر كل جوارحك كده، تستشعر إنه لا إله إلا الله هو المعبود بحق، لا معبود سواه. خلق السماوات ورفعها بلا عمد، هو الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الفرد الصمد. بل الأمثلة الرائعة جدا اللي ضربها الصحابة رضوان الله عليهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدراك حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب كان ماشي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ماشيين معاه الصحابة رضوان الله عليهم. فطبعا في تفاوت يعني في درجات الحب مثلا. فسيدنا محمد كان ماسك سيدنا أبو بكر كده من دراعه، كانوا ماسكين بعض ماشيين عادي. فسيدنا أبو بكر بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له يا أبا القاسم، يعني يا رسول الله، إني أنا عليه الصلاة والسلام أحبك أكثر من كل شيء، ولكن مش أكثر من نفسي يا رسول الله. فسيدنا محمد شوف المعلم الأول بيقول إيه عليه الصلاة والسلام، بيقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسي ولد، من أحب إليه من كل حاجة. فسيدنا أبو بكر الصديق أول ما سمع كده قال له إيه؟ قال له إني أحبك والذي بنفسي بيدك يا رسول الله، إني أحبك أكثر من مالي ولدي ومن نفسي ومن كل شيء. شوف سرعة استجابة الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية تحريم الخمرة. يعني الناس يقولوا ان هم كان في منهم بيشرب على بقه كبها على طول في الارض اول ما نزلت آية تحريم الخمر، ومنهم من كان بيبيعها كبها، مش لسه مثلا انا معلش انا والله شويه عندي شويه بضاعه اخسر فيهم خلاص ابيعهم وبعد كده يبقى اشوف، لا على طول كبهم على طول، ما استناش. ما فيش مثلا افكر او على حسب مثلا الايمان. انا يعني سمعتها دي قبل كده من واحد شيخ، ان هو انت قلبك مثلا متقسم مثلا مساحته 100 جيجا مثلا. شوف انت مثلا 30 مديها لابنك، 30 مديها لابوك، ومش عارف 10 جيجا مديها لبابجي مثلا، مديها اللعبه، مديها لاي حاجه،
مديها الانمي، مديها اي فرقه، ممكن في حد يدي 10% الاغاني، يجي مثلا في 10% كده ولا 5% في الاخر يديهم لله ورسوله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شوف انت مثلا لما حاجه من دول تتعارض مع الدين، وبالفعل في حاجات منهم كتير قوي تتعارض مع الدين، هل هو اول حاجه يفكر فيها ان هو خلاص يترك الحاجات دي كلها ويروح لل5% اللي هو شايلهم؟ هيروح لسيدنا محمد. والله يعني شوف اللي هو قد ضم الإله اسمه إلى اسم نبيه صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأذان. فأنت مستوعب قد يعني رتبة سيدنا محمد عند ربنا. برضه جه أحد الصحابة قبل كده لسيدنا محمد وقال له يا رسول الله، أنا مش أحسن حاجة في الصلاة، ما بصليش كل النوافل، ويعني واحد على قد مثلا الورد مش قوي، ولكن هو بيصلي جميع الفروض و100%، بس إيه، مثلا ما بيصومش اثنين وخميس، أو مثلا يصوم مثلا اثنين المرة دي، اثنين وخميس الأسبوع اللي بعده. فقال له بس أنا يا رب، بس أنا يا رسول الله أحب الله ورسوله. فقال له اروح فين يا رب كده، لو دخلت الجنه اخش فين؟ قام سيدنا محمد قال له ايه؟ قال المرء مع من احب. يعني انت دلوقتي بتحبني، فهتخش الجنه لانك انت معايا، انا بتحبني. فاسال الله ان يعني يزيد في قلوبنا محبه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وبرضه من الامثله الرائعه جدا جدا في التعلق بالنبي وسرعه التعلق به، يعني زي ما أنا قلت ان هو مثلا شكله كده اول ما تشوفه تقول ده صادق امين، يعني صادق. واحد من الصحابة أنا مش متذكر الاسم بالظبط، لما كان قبل الإسلام في الجاهلية، يعني قبل، يعني مش قبل الإسلام في الجاهلية، ما أثناء حروب الإسلام مع حروب المشركين مع المسلمين، فكان ده رئيس قبيلة. فلما يعني أسر رئيس القبيلة ده، فأمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأن يربط في المسجد، وبالفعل هو إيه اتربط معه. فدلوقتي سيدنا محمد طبعا جاله في الأول وقال له ايه المشرك؟ قال له ان تقتل ذا دم، وان تترك شاكر، ولو طلبت مني مال او فدية هديها لك، او على طول هروح اجيبها لك. فسيدنا محمد سابه يوم وجاله التاني، والراجل مربوط في المسجد، يعني هو ايه دلوقتي يعتبر عارف ان هو مولع على اكله كده ومستنيها تستوي. هو كده حرفيا انت مولع على اكله ومستنيها تستوي. وبالفعل اول، شوف سبحان الله، اول ما سيدنا محمد جه في اليوم الثاني، اما الراجل شوف بدأ بايه؟ بدأ ان تترك ان تترك شاكرا، وان تقتل ذا دم. شوف هو في اليوم الاول بدأ بالقتل والدم، بعد كده بدأ بالشكر والعفو، بعد كده جاب له بقى على سيرة المال. جاله في اليوم الثالث فقال له نفس الكلام، ان تترك شاكرا، وان تقتل ذا دم، وان طلبت المال اتيتك به. فهو شوف انت اللي هو ايه، خلاص بقى اللي هو انت قعدت في الجامع سمعت بقى كلامهم بقى، وشفت ان ده بيقول كذا، وخلاص حضر مثلا دروس معاهم، او واحد مربوط من ورا مثلا وشايف ان في دروس والحياه بتاعتهم بقى شكلها عامله ازاي، فقال لك الجماعه دول والله شكلهم جماعه محترمين وكويسين وكده. فايه في اليوم الثالث لما راح له سيدنا محمد وقال له ان تترك شاكرا، وان تقتل ذا دم، وان امرت بمال اتيتك به. فخلاص كده ايه، سيدنا محمد قال لهم اطلقوه في اليوم الثالث، وبالفعل مشي. رجع على طول الصحابي رضوان الله عليه وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يعني شوف تسامح بس عشان قاعد معاهم 3 ايام، فخلاص بقى اللي هو ايه، انا هتبعك يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. حب الصحابه ليه كان حب غير طبيعي. وحب ابو بكر الصديق اكتر شخص كان بيحب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وفي الاخر يجي سيدنا ابو بكر الصديق يقول انا ابو بكر الصديق اللي ما يجيش مثقال ذره في شعر صدر رجل مؤمن. شوف سيدنا مين اللي بيقول كده والكلمتين دول؟ ابو بكر الصديق اللي هو صاحب النبي في طريق الهجره، يقول كده. اما احنا ايه طب احنا كده يعني مفيش خالص، مفيش اي حاجه اذا كان ابو بكر الصديق بيقول عن نفسه كده اهو. برضه سيدنا عمر بن الخطاب، شوف من الامثله اللي بتقال ان هو لما طعن بالخنجر المطعنه لؤلؤة المجوسي، وخلاص خلاص يعني بيموت بيطلع في الروح خلاص، فأمر بابن عبد الله قال له روح استأذن من السيدة عائشة إن أنا أدفن بجوار صاحبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر الصديق.
فلما ذهب إلى سيدة عائشة قالت كان يعني أنا كنت نفسي أدفن جنبيهم، ولكن آثرته لأن سيدنا أبو بكر والدها، وسيدنا محمد أبوه جوزها، فخلاص ولكني أثرته به. خلاص وافق سيدنا أبو بكر لما سمع كده، قال استريح وقال أنا يعني دي كانت أحب حاجة ليا. شوف مع إنه كان بيموت، لأنه كان بيفكر برضه في سيدنا محمد وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فأنت مستوعب اللي هو أي حب دواتي يا رسول الله. فاللي هو خلاص أنت واحد يعني عقلك متعلق بيه. لما عقلك كل حاجة يتعلق، رب هب لي قلبا لا يحبك ولا يحب أحدا غيرك. أنت أول ما تحب الله عز وجل بنسبة 100%، تلقائيا هتلاقي نفسك بتحب سيدنا محمد وبتحب كل حاجة. عمرك اوعى تفتكر ان انت مثلا انا احب مثلا دلوقتي ربنا وبعد كده ربنا ييسر بقى ابقى بحب سيدنا محمد وابقى اطيع والدي وكده. مفيش الكلام ده خالص. انت اول ما تحب الله عز وجل بنسبة 100%، على طول هتحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نيجي بقى للجانب اللي هو البشري. يعني سيدنا محمد، هل مثلا اللي هو الناس اللي بتقول هو بشر؟ لا، هو كان نبي يعني، فأكيد احنا مش زي الأنبياء، يعني احنا ناس خطائين ومش عارف ايه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني كان بيحس، كان بيغضب وكان بيسعد وكان بيحزن. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني لما كان في سئل السيدة عائشة ما هو يعني إيه الأصعب يوم مر عليك يا رسول الله؟ فقال لها يوم ذهبت إلى الطائف، يعني يوم أخرجته مكة، خرج من مكة وذهب إلى الطائف، وأهل الطائف رموه بالحجارة وهنوه وتعور وساح، يعني سيدنا محمد تعور وساح دم بالفعل ورجع. وفاهم اللي هو خلاص كده الدنيا. يعني الراجل العام دوت اللي مات فيه عمه أبو طالب ومات فيه السيدة خديجة سمي بعام الحزن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حزن تماما. وبرضه يقال إن هو بقى لما مات السيدة خديجة قعد 6 شهور النبي عليه الصلاة والسلام ما يبتسمش أصلا. اللي هو كان بيحس، كان عنده مشاعر، يعني كان بشر وما هو إلا وحي يوحى. سيدنا محمد كان متواضع زي ما قلت في الفيديو اللي فات، إن هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان متواضعا. يعني مثلا انا قلت لك مثال اللي هو بتاع اللي هو لو واحد سافر امريكا، واحد سافر فرنسا، سافر ايطاليا، سافر جميع بلاد العالم، مستحيل تقعد معاه. مثلا لو قعدت معاه كده اهو قلت له تعالى، يقعد يقول لك مثلا والله ده انت فكرتني، ده لما كنت في الحته الفلانيه ده انا عملت كذا وكذا وكذا. فاللي هو طب خلاص يعني انا ما سافرتش دلوقتي، خلاص اسافر، يعني انا حاسس نفسي ان انا منبوذ كده في النص. فسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وصل الى سدره المنتهى لم يصل اليها بشر قط. واول ما رجع ينام على الحصير وياكل مع الفقراء. فمن تواضع لله رفعه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ده برضه حديث من احاديث رسول الله. يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما كانش شكاي، ما كانش بكاي. شوف يعني سيدنا محمد لما سئل عن يعني سيدة خديجة هي اللي سألته ايه أصعب يوم، فقال لها الطائف. فيعني يوم ما ذهبت إلى الطائف فرموني بالحجارة، ده كان أصعب يوم. فشوف سيدنا محمد يعني بعديها بفترة، أصلا بعديها ب10 سنين كمان. يعني شوف أنت من لما هاجر سيدنا محمد للطائف، يعني كان رايح يهاجر هناك. بعد كده شوف رجع الهجرة وبعد كده اتجوز سيدة عائشة، يعني فرق بتاع 12 يعني 10 سنين مثلا أقل حاجة. وبرضه سيدنا محمد في يقال إن هو في حرب من الحروب مش فاكر بالظبط إيه، سيدنا محمد لما راح أوقف الجيش ونزل عند قبر، وبدأ الصحابة مرة واحدة ليه سيدنا محمد بيبكي. طبعا الصحابة كلهم اتعجبوا لأنه أول مرة يشوف سيدنا محمد في الحالة دي بيبكي بشكل غير طبيعي، لأن القبر قبر أمه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة مستغربين. فلما سئل يعني وقال كده أهو، قال إن ده قبر أمي، وإن ربنا أنا لما وقفت يعني طلبت من ربي أن أقف عند قبر أمي فأذن لي، فلما طلبت منه أن أستغفر لها رفض. طبعا أنا مش عايز أتعمق في الحتة دي إن هو رفض ليه، هل هي عشان كانت من يعني تتبع ملة إبراهيم، ولا حتى مش ده مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا الأساسي هو التعرف على رسول الله وحب رسول الله. محمد كان عنده وفاء تام، يعني سواء في سيدة خديجة، سيدنا محمد كان بيكرم صديقاتها في بعد موتها. شوف سبحان الله. وسيدنا محمد برضه لما كان بيشوف أخت السيدة خديجة عليه الصلاة رضي الله عنها، أول ما كان بيشوفها كان بيفتكر السيدة خديجة. فكان عنده وفاء وكان عنده كان برضه كان بيتأثر في نفسه. فاللي هو كان بشر وكان بيحس زي ما قلنا موت ابنه، كان بيحس لغاية ما ينزل قول الله سورة الكوثر. فالله سبحان الله. برضه سيدة عائشة بتقول أنا ما غرت
على سيدنا محمد إلا من السيدة خديجة، وهي ماتت ولم أراها. يعني ماتت وأنا أصلا ما شفتهاش، كنت بغير عليه على من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبرضه أنا المحتوى ده اللي أنا عامله هو محتوى بكل اختصار كده، أنا مش عامله عشان مثلا أنا مش واحد مثلا صاحب علم، أنا واحد اللي هو المحتوى عاجبني وفكرة أنا عايز أفيد أي حد بقدر الإمكان. ولكن إذا حابين فأنا في بودكاست شفته عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، عن وعي، بودكاست وعي الإخوة الثلاثة الكويسين جدا يعني، بسم الله ما شاء الله عليهم. فحطه لكم تحت في صندوق الوصف في الديسكريبشن. أتمنى إنه يعني الفيديو يكون عجبكم. ولكن أنا زي ما قلت اللي هو إيه، أنا مش واحد صاحب علم، لكن يعني أسأل الله أن يجعلنا منهم إن شاء الله. ولكن إذا كنت حابب تتعلم أكتر وحابب تتعرف على كل حاجة أكتر وبالتفصيل، فممكن تبحث عادي في كتب كتير جدا عن اللي هو عن أصحاب العلم. لكن في برضه اللي هو طلاب العلم، لكن أنت كطالب علم ما تجيش عندي أنا واحد بس بديلك الطريق كده في الأول. فعشان كده لازم تركز. وبرضه إيه، أسأل الله أن ينفع بنا، يعني اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. وأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في القناة. أشوفكم في فيديو